يا جماعة أنا الحين طبعا مع محمد ولد فاطمة. محمد من صعدت معك وأنا أقول لك قلبي إيش فيه؟ يوم أفرح إنسانة بالعالم، أسعد إنسانة بالعالم وأفرح إنسانة بالعالم، وقلبي قاعد أقول لك يرجع يرجع. ها؟ قلبي يرجع اليوم. إي والله يا جماعة، يعني شعور ما أقدر أوصفه. الحمد لله الحمد لله دائما وأبدا الحمد لله. ما عليه محمد، تحملني لين نوصل. مفاجأة ما راح أقول لكم هم بعد الحين. شنو شعورك؟ والله قلبي يرجع. وياي صح؟ يلا يلا توكلنا على الله. بعد مو مستوعبة صدق. ما أدري، إحساس غريب يا جماعة. وي بسم الله. السلام، يعطيكم العافية جميعا. حبيت أطمنكم، الحمد لله الفنانة جواهر ردت ديرتها، ردت الكويت بالسلامة، وهي الحين بالملاحظة بالمستشفى. سامحونا ما نقدر نرد على الاتصالات ولا تقدر ترد على المسجات، فادعوا لها، دعواتكم لها. الله يخفف عليها يا رب، ونبي بس منكم نطلب منكم الدعاء. قواكم الله. يا مساء الخير والنور والسرور عليكم جميعا. أدري إن أنا من زمان عنكم، بس توصل لي كومنتاتكم طبعا، وكلها طاقة إيجابية يعني، وكلها سعادة لما أقراها للأمانة. واعتذر إن أنا ما قاعدة أرد لأن الظروف الصحية مثل ما أنتم تدرون. الحمد لله اللهم لا اعتراف. أنا حاليا بالمستشفى، يطلبون مني تحاليل دم، دعواتكم يا جماعة. قبل كنت بسرعة أركض لما يكون عندي موعد، عقب ما نمت بالمستشفى 21 يوم، استغفر الله يا ربي، يعني اللهم لا اعتراف. صار عندي خرعة كل ما أسوي تحليل دم أخاف إن في شيء، فأسألكم الدعاء في بيتكم. إيقاف العلاج عن الفنانة جواهر الكويتية مع سوء حالتها الصحية. أعلنت عائلة الفنانة جواهر الكويتية عبر حسابها في سناب شات عن تدهور حالتها الصحية، مؤكدة إنه تم إيقاف العلاج عنها. وأكدت العائلة في منشور مقتضب إنه تم إيقاف العلاج عن الفنانة جواهر الكويتية، لافتين إلى إنها تحت رحمة الله. وناشدت عائلة الفنانة جواهر الكويتية الدعاء لجواهر في ظل هذه الظروف الصعبة، حيث جاء في المنشور الأول الذي نشرته العائلة: أسألكم الدعاء لعل أحدكم القريب إلى الله وقفوا عنها العلاج وهي تحت رحمة رب العالمين، واسمحوا لنا ما نقدر نرد على الاتصال. نطالبكم الدعاء، هي في أمس الحاجة له. وفي المنشور الآخر: دعواتكم لها يا جماعة، محتاجة دعوات الكل في هذا الكويت. يا لطيف ألطف بها وبنا، يا جبار اجبرها واجبر قلب أطفالها وأهلها يا رب. وتتلقى الفنانة جواهر الكويتية العلاج في العاصمة البريطانية لندن إثر إصابتها بسرطان المعدة، وكانت حالتها الصحية شهدت تدهورا قبل أشهر قليلة، وخضعت لأكثر من عملية جراحية. خضعت الفنانة جواهر الكويتية لعملية جراحية خطيرة أوضحت إنها تعتبر آخر العمليات الجراحية في مشوار علاجها لمرض السرطان. وأصيبت الفنانة جواهر الكويتية بنزيف جراء العملية الجراحية التي خضعت لها لمحاربة السرطان.
وهو عرض شبه طبيعي في هذه الحالة، ولكن مضاعفاته قد توقف رحلة تلقيها العلاج لفترة. وفي أول تعليق لها كتبت الفنانة جواهر الكويتية عبر حسابها على تطبيق سناب شات موضحة تطورات حالتها الصحية، موجهة الشكر لكل من سأل عنها. اللهم لك الحمد والشكر دائما وأبدا، أشكر الجميع على سؤالهم عني، ما قصرت بميزان أعمالكم يا رب، والحمد لله على كل حال، واللهم لا اعتراض. دعواتكم لي إنه النزيف يوقف علشان أقدر أكمل جرعاتي بإذن الله. وتابعت الفنانة الكويتية جواهر في أول تعليق بعد عملياتها: وما في شيء صعب على رب العالمين سبحانه، كن فيكون، وأملي بربي كبير، اللهم إني رضيت فارضيني بصحتي وعافيتي يا رب، واجمع شملي بأولادي متشافية متعافية بإذن الله يا رب. تخضع الفنانة جواهر الكويتية لجراحة دقيقة، وذلك استكمالا لرحلة علاجها من السرطان التي بدأت منذ فترة طويلة، ووجهت رسالة مؤثرة لجمهورها. وأعادت الإعلامية الكويتية مي العيدان نشر مقطع فيديو للفنانة جواهر الكويتية عبر سناب شات، ظهر فيه السرير الذي ترقد عليه الفنانة الشهيرة جواهر الكويتية خلال تواجدها في المستشفى بلندن. وقالت لمتابعيها: حبيت أطمنكم بسبب سؤالكم المتكرر عني، جزاكم الله كل خير، ما قصرتم، وأنا الآن آخذ دم. وأضافت: الحمد لله على كل شيء بأجره، أكثر من 24 ساعة بلا أكل عشان أدخل الصبح لإجراء عملية جراحية، دعواتكم واللهم لا اعتراض. وكتبت الإعلامية الكويتية مي العيدان في تعليقها: الفنانة جواهر الكويتية تستعد من المستشفى في لندن لإجراء عملية خاصة بعلاجها من السرطان، وتقول: دقائق وأكون بيد الغرباء، ليس معي غير الله، دعواتكم لها الله يطلعها من العملية أحسن مما دخلت عليه، ادعوا لها بالشفاء، لا تكفوا عن الدعاء، فربما كان دعاء أحدكم الأقرب إلى الله. شاهد بالفيديو الفنانة جواهر الكويتية توجه رسالة مؤثرة للجمهور بعد إصابتها بالسرطان مجددا. وجهت الفنانة جواهر الكويتية رسالة مؤثرة للجمهور، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات خلال رحلتها لعلاج السرطان في لندن. ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان مقطع فيديو للفنانة جواهر الكويتية تحدثت فيه الأخيرة عن معاناتها مع مرض السرطان الذي كشفت التحاليل إصابتها به مجددا. وعلقت الإعلامية الكويتية مي العيدان على مقطع فيديو الفنانة جواهر الكويتية بكلمات: تأثر الفنانة جواهر الكويتية في لندن بسبب رحلتها الطويلة بالعلاج من السرطان، ادعوا لها بالشفاء، ربما دعاء أحدكم الأقرب. وفي رسالتها المؤثرة قالت الفنانة الشهيرة جواهر الكويتية: فعلا المظهر خداع، أنا ما أحب أطلع لكم مثلا أتشكى أو أتألم أو أوضح لكم هذه الأمور، بس الحمد لله على كل شيء، كله بأجره، لكن ما أكذب عليكم تعبانة، بس كل ما أتذكر إنه فيه أجر ما أعترض وأقول يا رب أجرني على اللي أنا فيه، أنا ما أحب أبين لكم الشيء السلبي. وأضافت: الحمد لله ربنا قال لكل داء دواء،
وأدعو الله أن يشفيني شفاء تام ويشفي مرضاكم آمين يا رب العالمين. وتفاعل الجمهور مع نجمتهم المحبوبة في تعليقات منها: يا الله إنك تحفظها من كل شر وتشفيها وتعافيها وتردها لدرتها بأحسن حال عاجلا غير آجل يا رب، إنك على كل شيء قدير. كما كتبت الفنانة الكويتية هيا عبد السلام تعليقها: اللهم اشفيها وعافيها وترجعها لأهلها بالسلامة. وفي رسالة أخرى قالت الفنانة جواهر الكويتية: وايد تعلمت منه، والأهم إنه جربني من ربي كثيرا، وهذا أهم شيء، وكشف لي أمورا كنت في غفلة عنها، وكشف لي الناس الذين حولي والذين كنت أبديهم على نفسي وصحتي، ولو أبي أتكلم كل الكلام ما يخلص.